اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نبدأ بقى في فطارنا النهارده ويوم جديد بوصفات مختلفة خالص عن امبارح او تكملة للحاجات بتاع امبارح يعني وكده. فاول حاجة بنبتدي بيها اول ما بنفتح عينينا ان احنا نعمل العصير بتاعنا علشان خاطر يلحق يتشرب من بعضه والعصير يطلع طعمه حلو. فاول حاجة بغسل البلح احطه في الشفشق ده او العلبة اللي انا هعمل فيها العصير، واحط عليه القمر الدين، احط عليه الحاجات بقى التين والمشمش والقراصية واللي انا مقطعاهم ومجهزاهم علشان خاطر ما احتاجش ان انا اشيل نوى او اعمل حاجة او كده، لان القراصية كان بالنوى بتاعها. تمام. بعد كده احط لهم المية بتاعتهم واقلب اديهم تقليبه واركنهم على جنب. ده اول حاجة، اول يعني ايه اساسي يوميا كده على الصبح. طبعا الخشاف بيبقى وحشنا من السنة للسنة فبنحب نعمله اول رمضان كتير، مش هندخل عصير دلوقتي، لا لسه لما نشبع ونزهق من الخشاف. خلاص. بعد كده هبتدي بقى ايه اعمل شوية رز. والرز طبعا معروف يعني بنعمل ازاي. احمر الشعرية زبدة وزيت، احمر الشعرية احط عليها الرز واحط التوابل بتاعتي. عشان تقريبا كده الكاميرا كان واقفة يعني ما جابتوش كله. خلاص. حطينا بقى الرز كده خلاص ركناه، وطلعت البطاطس من التلاجة بتاعتنا. بتاع الصينيه طبعا الالومنيوم ما بيتبيتش فيها حاجه او الجرانيت او كده. هتبيتي اكل بيتيه في الاستانلس، وتاني يوم عايزه تسخني سخني في الالومنيوم علشان ما يتحرقش منك. لكن ما تسيبهوش في الومنيوم في التلاجة. يعني اي حاجه فيها طماطم ما تحطهاش في التلاجة في حاجه الومنيوم نهائي. هنا كان عملت لسان العصفور حمرته، وكان عندي شوربه فايضه حطيت زودته بيها. وبعد كده نبتدي بقى نعمل ايه الصنف الجديد الاساسي بتاع السفره بتاعتنا بقى النهارده. ما تنسيش لو اول مره تشوفي القناه تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. اول حاجه حطيت شويه زيت وقلبت فيهم البصل، دي بصلايه كبيره. واول ما تدبل كده واحس ان هي خلاص دبلت انزل عليها بالفلفل الحامي والفلفل الرومي. طبعا لو في فلفل الوان بتحطيه عادي، مش هيقول لا. ان احنا بنعصج لحمه فكل واحد بقى لها 50 طريقه. فلفل وبصل بس، فلفل وبصل وجزر اوكي. مش هتقول لا، يعني حسب انتي عايزه تزوديها مثلا، عايزه تخلي الكميه كتيره او كده. فهنا كده حطيت نص كيلو لحمه على البصلايه والفلفل، وابتدي اقلبهم بقى لحد اللحمه ما تتعصج معايا. طبعا النار عاليه عشان اللحمه ما تنزلش ميه او سوائل او كده. حط ملح وفلفل وسبع بهارات، دول اساسيين معايا في اي صنف بعمله. فهنا كده انا حافظه بقى المعايير وكده بتاعتي، فانا عارفه ان انا هحط قد ايه وكده هيظبط معايا. بعد كده نجيب بقى الصينيه بتاعتنا. محتاجه، بس الطقم ده كان جايلي هديه يا جماعه في عيد ميلادي من 3 سنين. فهدين الصينيه ومكنتش طلعته خالص كمان، يعني كان هدية وركناه من ساعتها ما استخدمتوش. فطلع دهنت الصينية سمنة، وبعد كده حطيت كوباية لبن وبيضة. ودي التشريبة بتاع الجلاش، كوباية لبن وبيضة، وهحط عليهم نص كوباية سمنة، وهحط لهم ملح وفلفل اسمر، وهقلبهم واسقي بيهم الجلاش. طبعا هتشوفوا بقى ازاي. يعني ممكن تعملي التشريبة دي وتسقي بيها بعد ما ترصيه في الصينية، تبتدي تحطي له التشريبة دي. لكن انا هحطه دلوقتي رق جلاش ورق التشريبه. بس دهن الصينيه من تحت بالسمنه. نحط طبقه وندهن من التشريبه بتاعتنا دي لحد ما نخلص كل نص كميه الجلاش. بعد كده نحط اللحم. فكده انتي مش محتاجه تسقيها بقى اللي هو اللبن والبيض وكده في الاخر. ليه؟ لان احنا كنا بنحط كده، نحط السمنه بين الطبقات ونحط البيض واللبن في الاخر. لا، احنا حطينا كله مع بعضه مره واحده. يا اما برضو ممكن تحطي كله مره واحده بس في الاخر، يعني بعد ما ترصي الجلاش من غير اي حاجه خالص تبتدي تحطي له تعملي الخلطه دي برضو وتحطيها عليه، بس بعد ما تكوني خلصت الصينيه كلها. بس هنا كده خلص الصينيه تقطع بسهوله لان هي التشريبه بتاعتها فيها. فتقطيعها كان سهل جدا، مغلبتنيش خالص في التقطيع. وده اول مره يعني على غير العاده. كنا بقى الاول بنقطع كده بعد ما نرص الجلاش ونعمله بالسمنه وكده، ونحط له بقى التشريبه، وبعد كده نسيبه ربع ساعه وندخله الفرن. نعمل بقى السلطه.
السلطه دي حاجه كده وهم، سلطه الحيتي. خلاص بنحط لها فلفل اسمر، كزبره، شطه، ملح. تمام، دي التوابل. حطينا الاول بصل وفلفل وتوم، توم مفروم ناعم. التوابل بتاعتها فلفل اسمر وكزبره وشطه وملح. حط ليمون وخل. تمام، دي كده التقليبه الاولانيه. في حاجتين بقى تاني لسه هنحطهم، بس كان حاجه منهم مش موجوده فما يعني ما عملتش قوي، ما كانش موجود عندي يعني. حطيت طماطمايه، بشرت طماطمايه، ومفروض اني ببشر معاها جزرايه. طبعا بالتلج عشان خاطر السلطه ما تتبلش منك، يعني لو عملتيها بدري ما تبصش منك وتدبل وكده. حط بقى الخيار والطماطم والخضره بتاعتنا، اي حاجه موجوده انت بتحبيها في السلطه حطي. عايزه تحطي جرجير، عايزه تحطي، انا حطيت كزبره وطماطم وخيار، وده الكابوتشا. بس يعني انا ما تحطيش حاجه اكتر من كده، السلطه بتبقى تحفه جدا جدا جدا. دي الميه بتاعتها اهي. الويسكي بقى، ده الويسكي الحلال. نبتدي بقى نحقق العصير بتاعنا كده. كان خلاص وقت الفطار وجب بقى، فاضل مثلا 10 دقايق، فقلت اغرف بقى الاكل بتاعنا عشان الموقف بتاع امبارح لما الانبوبه فضيت مننا. تنسيش لو وصلتي معايا لحد هنا تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. هو الانبوبه فضيت بس احنا لحقنا يعني نفسنا، كان عقبال ما صلوا كان الحاجه خلصت، بس كان موقف رخم يعني. دي البطاطس بقى بتاعت امبارح، حاجه كده زبده، عشان معموله عشان اللحمه مستويه فيها، والبهريز بتاع اللحمه كلها فيها، وحتت بيضه وكده. هنا كده الجلاش بعد ما طلع من الفرن نبتدي بقى نعيد على التقطيعه بتاعته ونطلعه. ده بقى شكله اهو، جميل جدا يعني، الطعم والريحه حاجه كده تحفه. دي كده سفرتنا النهارده. متنسوش دعوه حلوه بقى.